انت اتجننتي يا بت ولا ايه؟ انت ما تعرفيش انت بتكلمي مين؟ ايه السفاله وقله الادب دي؟ صحيح انك بني خد شوف الشرشوحه بنت الشرشوحه دي تطلع مين وقول لي، عشان هطين عيشتها وعيشه اللي جابوها واللي يعرفوها. بنت الكلب. الو. ايوه انا عاطف ربيع. ازيك يا نواره؟ عامله إيه انتي وجوزك؟ معلش حصل سوء تفاهم. اللي كانت بتكلمك دي مديرتي في الشغل. تطلع مين نوره دي؟ ثانيه واحده يا نواره، دي اختي اللي كانت في السعوديه ورجعت. عشان كده ضايقتها قوي كلمه رقاصه. شوفها عاوزه ايه. الو يا نواره، والله مشاغلي كتير. حاضر يا ستي، حتى لو مش موضوع مهم، انتي وحشاني اصلا. اجيلكوا فين؟ طيب اديني رقم السويت. حاضر يا نواره، مش هنسى. مع السلامه. اختك قاعده في سويت وشرشوحه؟ وبعدين بقى؟ مفيش في مصر كلها فندق مستواه يقدر يوصل لمستوانا، وخاصة الملهى الليلي بتاعنا. وأظن أنت عارف يا مستر شوشة، إحنا بنستعين بكبار الفنانين والفنانات. ما احنا كمان كبار. شوشة طلع المجلة. فرحة راقصة تنطلق بسرعة الصاروخ. النسخة دي عشان حضرتك. جميل، جميل جدا. أمال إحنا عاوزينك ليه؟ طب اقرا المكتوب عني. هقرا على مهلي، المجلة معايا، لكن دلوقتي عايزين نتفق. نتفق. واي نوت؟ 500 جنيه في الليلة، أنت والفرقة الموسيقية بتاعتك. كده ما ينفعش يا خالد بيه، وعلى رأي المثل اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. أنا عشان أرقص الرقص اللي يناسب الفندق القلاجة ده لازم تكون الفرقة اللي معايا 100 ودي تكلفتها غالية، ده غير الألحان الجديدة وبدل الرقص. النجاح مسؤولية، مش عايزة أقولك. لا أنا في الحقيقة محتاج إنك تقولي لي. أنتوا مش شغلتوا رقصات قبل كده؟ طبعا أكيد. اسمهم إيه؟ كل المشاهير، نجوى، فيفي، منى، كلهم نجوم. طيب اما ببقى نجمه بقى يبقى كلمني. على فكره يا انسه فرحه، اللي بتعمليه ده مش اصول. يكون في علمك يا خالد بيه، انا نجمه في المكان اللي انا بشتغل فيه دلوقتي، وما عنديش استعداد ارقص في مكان تاني وانا نص نجمه. خلاص يا انسه فرحه، اعتبري انك ما سمعتيش اي حاجه ونبتدي من الاول. استبينا. طلباتك؟ قول انت. 800 جنيه زيك زي. انا مش عايزه اكون زي حد، ودي اول حاجه. هو في ايه تاني هنتفق عليه؟ ليا اوضه طول مده العقد. الأوضة دي عايزة موافقة المدير العام شخصياً. خلاص اعرض الأمر عليه. ربيع، عاطف جاي يصالحك. وبعدين ده ايه؟ الله، ده انتوا مالكمش غير بعض، ولو البنتين مالناش غيركم. ألف مبروك يا ابني. عقبال كده يا رب بشوفكم وانتوا معاكي الشهاده الكبيره. مبروك يا عاطف. الله يبارك فيك. اصل نوره بتقعد تحت الدش 24 ساعه. وانت زعلانه ليه غير على النظافه؟ شايف دلع بناتك يا ابو عاطف؟ قاعد كده ليه يا ربيع؟ قاعد والسلام. هو القعاد هيكون ايه غير كده يعني؟ امال انت لابسه ليه كده يا سميحه؟ ده لبسي بتاع كل يوم. انت مش هتخرجي مع بنتك تحضري المقابله دي؟ هي مش عايزه. وليه مش عايزه؟ سألتها ما ردتش عليا. اسألها انت يمكن تقولك. مش هتاخد امك معاك تحضر المقابله دي يا تغريد؟ مش عاوزه اتعبها، وبعدين الموضوع بقى يخصني انا لوحدي.
يا بنتي احنا خايفين عليكي. انا اللي بقيت خايفه عليكم يا ماما. وبعدين انا سمعت كلامكم طول السنين اللي فاتت دي لغايه امبارح. اظن من حقي ان اسمع كلام نفسي. ان شاء الله مش هتاخر، برضه هسمع كلامك. هروح بتاكسي وارجع بتاكسي. خلي بالك من نفسك، ربنا يسترها عليكي. مالك يا ربيع؟ الحمامة البيضة اللي كانت عايشة معانا طارت يا سميحة، والخوف عليها لا تبقى طير جارح. اقتربت الساعة دي اللي هي القيامة. مش بالقوي كده يا معتمد يا اخويا، دور لنا في قنوات نشوف لنا فيلم ولا حاجه، ولا احنا هنفضل نتفرج على برامج دينيه وبس؟ سبحان الله يا نوار، الراجل ده عنده قبول غير عادي. اقتربت الساعة. طب يعني اقتربت الساعة يعني لأن رسول الله جاء زي ما قال أنا والساعة كهاتين، يبقى أنا الآن أيوه إذا ما أنا جيت يبقى ما فيش إلا الساعة بعد. طيب أهلا يا عاطف. ايه ده؟ معتمد؟ انا عندي فكره انك بقيت شيخ، بس ما اعرفش انك بقيت شيخ واعر قوي كده. سبحان الله، زي ما انت ما اتغيرتش. ربنا يهديك. اتفضل. عليك أنت لوحدك. امال فين نواره؟ نواره! عاطف يا دي النور يا دي الحلو حبيبي اخويا، وحشتني قوي يا اخويا. ما فيهاش حاجه دي يا شيخ معتمد، ها؟ دي اختي، ما فيهاش حاجه لا عيب ولا حرام. تسلم لي يا اخويا. ايه ده؟ ابنك؟ امال هكون سلفاح يعني يا عاطف؟ تعالى اقعد نسلم على خالك. تعالى ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا عضبه. ان شاء الله هذا الشبل يكون من ذاك الاسد. أنا بقول تهدى كده يا أخ عاطف، عشان عاوزينك في أمر هام جدا. يا روزة تعالي دخلي عضبه جوه. وما دام ما فيش حدث يلا. ما نعرفش في زمن. الذي حاج إبراهيم في ربه. الله، كلامك والله زين. صدقيني لما اقول لك اني مرتاح لك مره. اوعي تحسبيني شايب، لا، انا صحيح كبير في السن لكن قلبي شباب، وباذن الله يعني قادر احميكي واسعدك انت واهلك. انت جالسه وياي من نصف ساعه، يعني من 30 دقيقه، لكن والله اكن اعرفك من 30 سنه. ياه، 30 سنة؟ ده انت على كده بقى تعرفني من قبل ما ابويا وامي يتجوزوا. والله خفيفة الظل يا شيخة، خفيفة الظل وسكر. احنا مش هنفضل نعيد ونزيد في الكلام ولا ايه يا معتمد؟ معتمد ملوش دعوه بالموضوع ده يا عاطف، ده حتى كان محرج يتكلم فيه. محرج يتكلم دلوقتي وهو مهندس الجوازه كلها؟ وبعدين قلت انها موافقه بشروط، يبقى الكره دلوقتي في ملعبكم، نفذوا الشروط ويبقى خلصنا. اختك اللي تتشك في قلبها، اللي كنت فاكراها عربه، طلعت حيه منقطه راسها والف سيف، ان ابوك وامك لازم يسيبوا الحته كلها. عندها حق، الحته دلوقتي لا تناسب لا بابا ولا ماما ولا احنا كلنا. عداك العيب. وزي ما عرفت يا عاطف ان صاحب البيت راسه ألف سيف انه يطردهم منه. يبقى ابوك وامك يلزمهم سكن جديد، والعريس الجديد يجيب شقه هديه لحماه. يبقى مش ناقص غير الفرش. سهلة، تتقسم بينكم انتوا التلاتة.
احنا التلاتة مين يا شيخ معتمد؟ حضرتك ونواره والانسه تغريد، وكله بشرع الله. على حسب شرع الله انا النص وهما الاتنين النص التاني. حبذا. يا حبذا في عين اهلك، دي مش تركه هتتوزع. بقول لك ايه، يا تظبط المشيخه اللي انت لابسها دي، يا تخش تحلق دقنك وتتكلم عوج زي زمان،